السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. راجع فيديو جديد. فكرة الفيديو ده مختلفه حبتين ثلاثه. انا هشتري منتجات غبيه من تيمو او علي اكسبريس يعني، بس انا هكتب في العنوان تيمو عشان انا كداب. المهم انا عارف ان المنتجات اللي هشتري منتجات قليله، بس عشان البادجت بتاعت الفيديو لو لقيت الفيديو ده جاب تفاعل ممكن بعد كده اشتري منتجات اكتر، مش عارف يعني، هنشوف. بصوا انا بصراحه اوريدي اشتريت المنتجات دي، بس حسيت ان التسجيل اللي انا كنت بعمله وانا بشتريها ما كانش حلو قوي، فقلت اجي اعمل نفسي ان انا بشتريها تاني، فمشي معانا الموضوع يعني. اول منتج معانا هو تيشيرت جامد جدا. لا انا هشتري بتاع شعر الصدر عشان انا ما عنديش شعر صدر بصراحه يعني. تاني منتج هو مخده ممكن تطبع عليها صورتك. انا هختار الصوره الجامده دي. والمنتج الاخير اعزائي المشاهدين هو لبس الموزه. ما اعرفش ليه البتاع ده عاجبني قوي يعني، عايز اعرف بجد شكله بيعمل ازاي. بس هي دي المنتجات، انا عارف ان هي منتجات قليله، لو فيديو جاب تفاعل هشتري منتجات تانية عادي. واشوفكم بقى لما المنتجات تيجي اللي هي اصلا وصلت وموجوده ورايا، بس واشوفكم بقى لما المنتجات تيجي ترانزيشن. بصوا يا جدعان سامعيني؟ ايوه سامعينك. المفروض ان انا اشتريت 3 حاجات تمام، بس ما اعرفش ازاي ال3 حاجات دي موجودين في كيستين الزباله دول، منهم حتى اللبس بتاع الموزه الكبير ده، ازاي بقى ده موجود في ده؟ فانا مش عارف، فده اللي احنا هنكتشفه مع بعض دلوقتي. تعالى نبتدي بالبتاع الصغيره دي. ايه ده صح؟ انت ايه ده؟ انت البس. دي المفروض ان هي مخده بتطبع عليها صورتك. طب افتح على طول، ما تتكلمش، تعالى اشوف. ما المشكله ان دي فين المخده دي؟ المخده دي فين؟ القطن طب احشيها انا دي ولا انفخها ولا انفخ يا ايه؟ ابني لا، دي كسوة مخدة أكيد. كسوه. أيوه كسوة طب مخدة ايوه دي. يا اسطى في كيس مخدة الموقع فعلا. فين يا ابني ده؟ الفتحة اللي بتاعتك هو دي بتحشي فيها المخدة بتاعتك. طب اجيب لها مخده أهي. منين دي؟ انت هتلبسها في البس. ينفع ماسك يلا؟ اطلع بيها وميجي. بص دماغه عامله ازاي. يا ده كيس مخدة ده. انا كنت متوقع انها تطلع مخده، ما اعرفش بس حلو. يا اسطى ممكن تعلقها يا اسطى ورا عادي. ليه هنا كده؟ هنشوف دي بقى المفروض اللي فيها الزغلول. الموت. ده كيس جواه كيس. دول المفروض 3 حاجات يعني. اه دي في حاجه واحد ثانيه صغير. جوه. زبالة ولا إيه؟ مش عارف انا ايه الكيس وحياتي عارفينها. ده التيشيرت ده. ده حلو، ده حلو. استنى. تقلع ولا إيه؟ طب لف الكاميرا ده حتى يا رب يطلع اللي في دماغي في الاخر. صورته تيشيرت بصورته. لا يا عم هيبقى نرجسي لو في نفس الصورة. لا في بتاع كده كنت بعتها له عليها صورة جامدة جدا الصراحة، كان عجبتني. اصلا مش طلعش زي ما كنت متخيل يا اسطى، مش باين حاجه. باين. باين يا اسطى. طلع له تيزو ده على فكرة. مش باين يا اسطى، المفروض ان ده تيشيرت عليه شعر صدر وبتاع. ايه ده فين؟ باين يا عم، هو شوية يا عم، هو بس هو اللي اللون تحت عازب. باين لكن فوق ده إيه ده؟ لا فوق كتير وغامق. هو غامق شوية ده حلو ليش؟ انت عارف هو عايز واحد يملى التيشيرت، عايز واحد تخيط عشان الحاجات دي تبان. تعال نشوف بقى الحاجه اللي انا مستنيها بقى. المفروض ان ده فيه موزة بتتنفخ ولا إيه دي؟ لا المفروض بيتنفش. ولا هيعبيه مية؟ يا في الفلاشة يا ابني. قال لك طب مفيش فلاشات. الموزة دي. هي قصيرة بتاعت عيل عنده سنتين ولا ايه؟ لا دي كبرت، هي كبرت. دي بتتفتح وبتتقفل. تعالى يا عم موزة شوف بقول لك ايه، ده هتنفعك دي في ايام المطره. لا خبي شعرك ده، شيل شعرك. تعالى يا عم موزة. دخلها جوه، ايوه كده، ونزل بقى، نزلها كمان بس. قرب بقى الكاميرا. قرب الكاميرا. قرب. جامد يالا. اه طب ما فيش فلاشايه. عاملة زي الاكياس بتاعت الارض اللي فوق ده جامد. على راسي يا صاحبي، على راسي. على راسي يا صاحبي. حبيبي يا اسطى. حبيبي يابا على راسي. هو حاطط لك سنتيانه جوه ولا ايه؟ صدرك قابب ليه كده؟ قال لك لما تبقى راجل كبير تروح تطلب من امك تعمل لك عشاء. يلا يا جماعه اعملوا لايك وسبسكرايب بقى.